فاكر ايام ما كنت لسه طفل صغير؟ كانت كل حاجة عندك ممكنة. كنت تحط الملاية حوالين رقبتك وتقول خلاص انا بقيت سوبرمان. وانت كنت تروحي تجيبي مقشة مامتك وتركبيها وتقولي انك خلاص بقيتي ساحرة، او تطلع فوق شجرة وانت مش عارف انك ممكن تقع، لكن ببساطة كنت بتعملها. انت خليت الفكرة بتاعتك تتحول لحقيقة لانك انت امنت فيها. انت كنت شخص مبدع بايمان قوي. لكن لما كبرت الامور بقت مختلفة. لما فشلت في الامتحان ساعتها بكيت كتير قوي وقلتي انا مش ممكن انجح. لما جالك عرض جواز كويس قعدت بينك وبين نفسك وفكرت وقلت يمكن مش ده الوقت المناسب. ولما حبيت تبتدي شغل جديد للأسف قعدت بينك وبين نفسك تاني وقلت انا ما كنتش متخيل انه صعب قوي كده. ولما بقيت فعلا جوه شغل سمعت ناس كتير قوي حواليك كلهم بيقولوا لك ما تاخدش المخاطرة دي. طيب افرض عندك فكرة حلوة، فكرة ممكن تخلي فيه فرص عمل كتير قوي لشعوب فقيرة، ممكن تخلي فيه حياة افضل لناس كتير، ممكن تخلي امتك فخورة، ممكن تخلي العالم كله ينمو ويزدهر، تخلي فيه عالم افضل. لكن تيجي في الاخر تقول انا مش متأكد. انت لسه شخص مبدع بس عندك شكوك كتير جدا. بعد سنين كتير سمعت عن واحد جه عنده نفس الافكار بتاعتك، واللي خلى الشخص دوت مختلف عنك ردود افعاله. هو حط افكاره في الواقع، بقى هو الشخص المبدع رقم 1 في السنة دي. ردود افعاله هي اللي خلته ياخد الجايزة دي. ساعتها انت قعدت تفكر يا ريتني كنت خدت رد الفعل دوت من سنين كتير فاتت. لكن فكر لو انت كنت طفل وجات لك نفس الافكار دي، هل هيكون عندك رد فعل؟ لما ترجع عندك ايمان قوي تاني ما تقولش فات الوقت. انت كل اللي انت محتاجه فكرة وتخليها تحصل. انت لسه تقدر لو امنت. الابداع بيبدأ من ايمان.